عام 1971 شارك الأستاذ الشاعر عبد الله صالح البردوني في مهرجان الشعر العربي في مدينة الموصل العراقية. عند اعتلاء الأستاذ البردوني منصة الخطابة، تهمس الكثير من الحاضرين همسا ينبئ عن السخرية والاستهزاء أنهم شاهدوا رجلا ضئيل القامة، كث الشعر، مجدور الوجه، وأعمى العينين، فحسبوا أن الرجل لا يملك من الموهبة الشعرية ومن الثقافة إلا الشيء اليسير. في هذا الموقف جسد الشاعر البردوني ذلك قائلا: مصطفى فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري، إن المخيفين أخوف. يخشون إمكان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أقرى، وبالقرارات أشغف. لذا تلاقي جيوشا من الخوائل مزخرف، يجزؤون المجزى، يصنفون المصنف، يخففون. شاعر فاخر ساحر، إنه البردوني.